هنيئا لنا بهذا الفوز التاريخي ومزيدا من التألق للكرة المغربية. ولكن هذه المباراة النهائية كانت صعيبة بزاف وعيشنا على أعصابنا. صعيبة باختيارات المدرب، ماشي صعيبة بقوة الخصم. دابا سالات هذه الدورة وفزنا بالكأس، فما فيها بأس نقدموا بعض الملاحظات. أولا، اختيار اللاعبين اللي شاركوا في هذه الدورة. باختصار شديد، كاينين لاعبين كانت عندهم بلاصتهم ما جاوش، وحتى اللي جاو كتير منهم على الأقل كان مضروب. ثانيا، أننا نعطوها كمثال، 5 ديال قلب الهجوم: تيسودالي، حمد الله، أزارو، البركاوي، حمزة النوري. وإلا بغينا نتكلموا غير على التشكيلة ديال اليوم، غنذكروا واحد المقولة اشتهرت بزاف منسوبة للمدرب الفرنسي ميشيل هيدالغو، فكان قال بأنه on change pas une équipe qui gagne. الفريق اللي انتصر خاصنا نحافظوا عليه. هذه مقولة ما يمكنش نطبقوها حرفيا، ولكن بدات كتطبق احيانا على بعض المدربين كياخذوها كما هي. اعطوها مثال: الى عندك ميسي مثلا في البارسا، ولا ملي كان في الاوج ديالو، ولا مع الارجنتين وما لعبش شي ماتش والفرقه ربحات، نخليوه في الاحتياط لان الفرقه ربحات؟ لا، راه كاين اعتبار ديال اللاعبين، وكل مقابله وعندها اجواءها وظروفها، والتشكيله كتكون حسب استعداد اللاعبين وجاهزيتهم، وايضا الخصم وكيفاش يمكننا ندخلوا تشكيله اللي غنتغلبوا بها عليه. ماشي وهنا طارق السكتيوي حافظ على التشكيله اللي ربحت الماتش اللي فات هي اللي دخلت. بصراحه الكاس اليوم راه كانت على وشك انها تضيع منا. علاش قلت منا؟ لان الكاس كتهم جميع المغاربه، ماشي من حق مدرب ولا غيره انه يقصح راسه ويعرضها للضياع. اذا نفس اللاعبين دخلوا بعد ما استغنى على الكرتي. بزز المبرر هو الانسجام، الانسجام، ولكن كاين اللي ما من حقوش يتحط. انا كنهضر هنا على حمد الله طبعا. ثانيا، ملي كتحافظ على نفس اللعابه، راه الطاقه ديالهم وقدرتهم على التحمل محدوده. فاللعابه بصريح العباره تهلكوا. 2 أسابيع لعبوا فيهم 6 الماتشات، ما يمكنش. تأثير بان من ربع ساعة الأولى. البركاوي شات كورة، شد في رجليه، طبعا إنهاك بدني واضح. من بعد البوفتيني تبع كورة، نفس الشيء، خرج حتى هو. بقى بولكسوت كيكافح هو وسعدان وحريمات. لحسن الحظ حيت سجلنا إصابة في الدقيقة الثالثة، إصابة ممتازة ديال أسامة طنان. بقينا لاعبين حتى ربع ساعة، لنهاية ربع ساعة الأولى اضطر البركاوي أنه يخرج. فملي خرج البركاوي لاحظوا معايا التغيير كيفاش تم. أنا في نظري، ماشي في نظري ولكن على العموم باينة أنه البركاوي قلب هجوم ومساند، فيمكن أننا ندخلوا حمد الله ديك الساعة، ولكن رابحين ما محتاجينش حمد الله. لذلك درنا واحد التغيير غريب نسبيا. فالبركاوي غادي يلعب في بلاصتو بولكسوت، وبلاصة بولكسوت غيلعب فيها باش، وبلاصة باش غيلعب فيها المهديوي. إذا غيرنا البركاوي بالمهديوي. وعلاش هذا الشيء كامل؟ راه ملي دخل حمد الله في الاخر، وملي كان مضطر المدرب انه يدخله باش يعتق الموقف، لعب تماما بحال البركاوي. بقى ازارو هو قلب الهجوم، وبقى حمد الله كمساند، كان كيمشي غالبا للجناح الايسر. اذا سجلنا في الدقيقه الثالثه مزيان، لعبنا براحه، وكان الكره كتدور بطريقه ممتازه،
وتغلبنا معنويًا على الفريق الأردني. فما كاين ما تقول ديك الساعة للمدرب على قبالاش الأمور غادية، ويمكن كتقول مع راسك وأنت كتفرج أنه دار رأيه واختياراته ونجحات، أمر ممتاز. ولكن هاد الاختيارات ما نجحاتش بزاف، لأنه بقينا لاعبين بهذاك النوع من الامتياز على الخصم، حتى جاتنا واحد الكرة عرضية مرة أخرى هذاك الحارس اللي اختار. من عجيب الأمور أنه ما عمرو دار شي تصدي زعما اللي مهم جدًا، خلافًا الحارس اللي لعب في المقابلة الأولى صلاح الدين شهاب. فجميع الكرات العرضية ما كيضربهاش، هذيك كرة حداه جاية مسونطرية، فخلى اللاعب الأردني أنه يضربها. إذًا ها الاختيار مرة أخرى عاوتاني واضطرينا نهضروا حتى على الحارس. من بعد ولينا لاعبين بالتعادل، ما كاين مشكل، كنتسناو فرصتنا أننا نسجّلوا. جات ضربة جزاء، فولا الفريق الأردني هو المتفوق 2-1 حتى على مشارف نهاية المقابلة. ضربة الجزاء كانت في الدقيقة 68، وبان للجميع أن، نقولوها بصراحة، الكاس مشات. ديك الساعة عاد المدرب راجع أفكاره وقال راه عندي حمد الله وعندي الشواعر، وهذا هو الوقت يعني ندخّلهم باش يعتقوا الموقف، بالضبط في الدقيقة 72. ولكن هذا راه وقت قصير جدًا، ولعبهم تحت الضغط، وبانت أن المهمة تقريبًا شبه مستحيلة. ولكن هذاك راه حمد الله، الحمد لله كاين هاد حمد الله، واحد من أهم اللاعب كرة القدم ماشي في المغرب فقط، بل في العالم بلا مبالغة. حمد الله دخل في ربع ساعة الأخيرة في نصف النهاية، سجّل إصابتين، أعطى إصابة وسجّل إصابة، دخل مقابلة النهاية سجّل إصابتين. كنتخيّل كون ما مشاتش الكرة معاه، وفي هاد الوقت الضيّق اللي تعطى ليه ما يسّرش الله. كانوا دوك اللي كيتفرجوا بودنيهم وكيحكموا على اللعابة من خلال كلام المتفلسفين في الكرة، غادي يقول لك واش دار هاد حمد الله فقط، أنت جاتو فرصة هنا ويبداو يقلبوا ليه على الثغرات في اللعب، تمامًا بحال اللي داروا في المونديال، يلعب دقائق قليلة ونحكموا عليه في أدق التفاصيل، وما كاينش اللي ما كيديرش هفوات يعطّل الكرة مرة أو ما يعطيش باس في الوقت المناسب ولا ما يسجّلش. نتذكروا واحد اللاعب كبير كانت داتو الكاميرون المونديال وهو في حوالي سن ال40 وبدون فريق، كان كيدخل في 5 دقايق الأخرى وكيسجّل، سجّل على بزاف على فراقي كبار. ولكن هذا روجي ميلا. ولكن حمد الله راه ماشي روجي ميلا، حمد الله راه باقي هو الكابيتان ديكيب ديال الشباب، وهي واحدة من أكبر الفرق في العربية السعودية، كيتنافس مع قلب هجوم بحال رونالدو ولا بحال بنزيما، كيتنافس وكيسجّل أهداف على أعتى المدافعين، ماشي ديال ربع ساعة الأخرى وإلا اضطرينا. على كل حال المدرب دار خدمته فاللي دا كأس من هذا الحجم، بطولة من هذا الحجم، ما عندك ما تقول معاه. لا، وجّد الدراري وكان أعطى النتيجة. اللاعبين أيضًا داروا اللي عليهم وكانوا مزيانين على العموم، أنا كندوي على العموم. ولكن حمد الله اللي عطى إصابة تانية في المقابلة ديال نصف النهائي وسجّل الإصابة التالتة. وحمد الله اللي دخل في المقابلة النهائية لقانا منهزمين ب2-1 وسجّل إصابة التعادل وإصابة الفوز، وعنده ضربة جزاء ما بغاش يعطيها ليه الحكم. برافو حمد الله. اللي بالمناسبة أخذ جائزة ديال رجل المقابلة وأحسن لاعب في المقابلة، حمد الله ابن مدينة أسفي، اللي عانت مؤخرًا من تأثير ديال فيضانات جارفة في المدينة القديمة. وبالمناسبة عن التضامن ديالنا مع المنكوبين، ومتمنياتنا بالشفاء للمعطوبين وبالرحمة لمن قضوا في هذا الحادث الأليم. برافو لجميع اللاعبين. ما يهمش اش من دور أدوا، المهم انتصروا وتقاتلوا باش يجيبوا هذا الكأس الغالية، مع امتياز خاص لبولكسوت
والبركاوي اللي سجّل أهداف كانت حاسمة في بعض المقابلات، وساهم أيضًا في وسط الميدان، خصوصًا ربيع حريمات اللاعب الممتاز الأنيق، وقد تأكد ما رأينا فيه بدليل أنه إضافة لكونه خَضَا أحسن لاعب في الشان، فهو أيضًا اليوم توّج بلقب أحسن لاعب في هذه الدورة. كيف كنا وعدناكم قمنا بتغطية شاملة لجميع مقابلات المنتخب الوطني في هذه الدورة، وتحليل ديال الأداء. نتمنى نكونوا عند حسن الظن، وموعدنا في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة. مرة أخرى هنيئا لنا بهذا الفوز وتحقيق لقب كأس العرب 2025. إلى اللقاء.